ايه اكتر حاجه فرقت معاك في التجربه دي مقارنه بانك بتذاكر لوحدك؟ ان انا اصلا عندي حاجه اسمها برزنتيشن في الجامعه، فالنهارده ضربني ان انا اقف برضه اعمل برزنتيشن قدام الدكتور في الجامعه وكده. التفاعل، لان انا بكون دايما لوحدي، ممكن في حاجه تقف قدامي ما اعرفش اشاركها مع حد، فدي كانت حاجه كويسه. كفايه ان انا عملت برزنتيشن قدام عدد كبير، وان شاء الله المره الجايه تكون احسن. الانتراكشنز، ان انا اتكلم مع حد وان انا اجرب اعمل برزنتيشن قدام حد، وزي ما هو قال ان الواحد يبقى مقفول لازم يطلع بره وكده، لازم يجرب يتكلم مع الناس. شايف ان القيمه اللي اخدتها من الكورس مقارنه بالسعر كانت مناسبه وليه؟ طبعا يعني جدا يعني. طب ليه؟ عشان يعني مش غالي قوي، خصوصا يعني واخده هنا بيعملوا اوفر كتير يعني، فانا خدته يعتبر مش غالي قوي. وبالنسبه للنظام بيبقى معاك مثلا تحضر هنا السيشن، بيبقى في فيديو مسجل بترجع تراجع، فشايف انها حاجه كويسه يعني. في الاخر شهاده معتمده، كان بنشتري منهج فانت شهاده معتمده في الاخر. مش مناسبه جدا عشان خاطر في كورسات كتير بتقدم بسعر اعلى من كده وبجوده اقل الصراحه. مناسبه لان في برضه كورسات كتير، جربت كذا حاجه بس حاسه ان انا في الكورس ده ارتحت ورحت مكان انا انتميت ليه. جايب لنا كورس الانجليش في 4 ليفل 1 من حيث الافاده والتجربه، تديله كام من 10؟ 10 من 10. التيشرز هنا كويسين قوي. 9 من 10. اديله 10 من 10. ليه؟ عشان انا لقيت المكان اللي فاهمني ويديني اللي انا عايزاه. 10 من 10 بصراحه. بصراحه ليه؟ كان حلو بالنسبه لي، ما دام حاجه جديده وحاجه مفيده ليا، فما دام اللي قدامي بيديني كل اللي عنده، فانا لازم اكون يعني شاكر ليه اكيد.